بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأعزاء هواة الحمام الزاجر، طبعا عندنا للأخ العزيز أبو عبد الله صالح أبو هميد. طبعا صالح أبو هميد صاحب البسمة المعروف، صاحب التحديات يعني من أجل البسمة في الهواية والزرع المرح، لكن مع الأسف في ناس تاخذ الأمور بحساسية مفرطة. طبعا اليوم عنده رسالة بوجهها. طبعا احنا اليوم زيارة، طبعا اليوم الأربعاء 9 أغسطس تقريبا، في زيارة إلى بيته. تفضل يا أبو عبد الله. مساك الله بالخير أخوي مصطفى. أنا مع الأسف لإخواني الهواة الزاجر، الإنسان لما يخش في هواه لازم يحب الهواه سواء فايز أو مهزوم. في بعض الإخوان لما أتكلم بموضوع جدية أو بموضوع صحيح يعني واقعي يزعل. أنا الحين ما أبغى أخسر أخوي ناصر، ولا أبغى أخسر أخوي مصطفى، ولا أبغى أخسر أخوي يوسف. أنا تحديت والله يشهد علي ربي، مش خوف لا من أبو ناصر ولا غير أبو ناصر، ولا أنا أتحدى الهواة كلهم. لكن أنا ما أبغى أخسر أخوي يوسف، ما أبغى أخسر أخوي يوسف، ولا أبغى أخسر أخوي أبو ناصر، ولا أبغى أخسر أخوي مشعل العليان. تحديت من 3 ذبايح وأعلنت عليهم مباشرة. الحين يبون الذبايح بدون تحدي، مستحيل احطها في البيت هنا بدون تحدي. لكن بالنسبه للتحديات، لان ايش السبب حساسيه، بكره لو فزت عليه بتصير حساسيه، بتصير بيني وبينه مشادات. نعم. يمكن لدرجه المضاربه. وانا ما ابغى اخسر اخوي ابو ناصر. اخوي ابو ناصر اكلت معاه على صحن واحد، وابو يوسف اكلت معاه على صحن واحد، ومصطفى اكلت معاه ومشعل كذلك. لما اروح بيته يرحب فيني. انا ما ابغى اخسر احد، لا احد يتحداني لاني انا مش بطل. لكن اقسم بالله لكسر راسه، والله لكسر راسه. خرفته يا أبو عبد الله. لا ما خربتها. انا بخسر راسهم بدون ذباح. وانا اعتذر الحين اقول اذا يبون الذباح حياهم الله في بيتي بدون تحديات. طبعا هذا التحدي اللي قبل كم يوم بخصوص 3 ذبايح بينه وبين محمد ناصر رشيد أبو ناصر، والآن يقول أبو عبد الله إنه يسحب التحدي لأجل ما تصير سلبية أو مشاكل بس. نعم. هذا اللي أنا ما أبغى أخسر أخوياي يعني، ولا يبي يخسر أخوياه، وهذا سبب منطقي وجيه. وطبعا وأنا أبغاك الحين تصور لي الحمام. أنا ما عندي إلا 30 حبة، تصور لي بعد شوي إن شاء الله. شكرا لك يا أبو عبد الله.